السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم معايا في فيديو جديد. النهارده ان شاء الله الفيديو بتاعنا اعاده تدوير المصفى دي اللي هي بتاعه البطاطس. كلنا عارفينها، دايما بتتكسر. دي كده شكلها بعد ما طبعا الجزء اللي في النص ده اتكسر. هنعمل منها حاجه حلوه جدا جدا ان شاء الله هتعجبكم باذن الله. بس قبل ما ابتدي، لو مش مشتركه في القناه يا ريت تنوريني وتشتركي وفعلي الجرس كمان عشان يوصلك كل اللي بقدمه بعد كده. وطبعا لو عجبتك الفكره ما تنسيش بقى تحطي عليها لايك. يلا بينا كده بقى نخش على الفكرة ونشوف هنعمل معانا ايه. احنا هنستخدم الاطار بس بتاع المصفى. هشيل الايد بتاعتها، هتشيليها كده بالزرادية هتفك معاكي. وبعدين هبتدي ان انا اتنيها زي ما انتم شايفين. بحاول اتني فيها بحيث ان هي تبقى متساوية معايا، متبقاش متنية. وبعد كده هبتدي ان انا اجيب ورقة، اي ورقة عندك، ورقة كراسة او اي حاجة. هبتدي ان انا اتنيها كده، هتديني شكل مربع. بعد كده زي ما انتم شايفين ببتدي ان انا اتنيها حوالين نفسها كذا مرة كذا مرة لغاية ما يديني في الاخر الشكل ده. هاجي واروح عاملة نص دايرة بالطريقة دي علشان لما افتحها هتديني شكل الوردة، تبقى الاطراف بتاعتها متساوية. بعد كده هجيب كرتونة وهبتدي ان انا احط عليها الورقة كده. هشيل بس الزيادة اللي عليها دي، يعني هخلي الكرتونة تبقى على مقاس الوردة بالظبط. بعدين هحاول ان انا اثبت الرسمة او الوردة اللي احنا عملناها على الكرتونة بمشبك بقى، مشبك غسيل او مشبك ورق زي اللي معايا ده. وهبتدي ان انا اعمل زي ما انتم شايفين كده نص دايرة بتاعتي، يعني كأني بشف الرسمة كلها على الورقة الكرتون. بعد ما خلصت كده ورسمت الوردة على الكرتون هبتدي ان انا اقصها. كده شكلها بعد ما اتقصت خلاص. هجيب بقى معايا قطعة من الفوم كده تبقى برضو على قد الورقة الكرتون بتاعتي عشان ما نهدرش في الفوم بتاعنا. وهبتدي ان انا الزقها بمسدس الشمع. وبعدين هجيب مقص صغير كده عشان يساعد معاكي. وبعدين هشيل الزيادات اللي فوق دي كلها واخليها برضو على نفس مقاس الوردة اللي احنا عملناها. بعد كده هثبت لو في، شايفين الاطراف بتاعه الورده، هثبتها كده بمسدس الشمع عشان تبقى مظبوطه معايا متماسكه كويس. ودلوقتي هجيب معايا شريط من الورق الفوم ده، برضو ده فوم عادي مش جليتر، شريط رفيع كده زي ما انتم شايفين. وهبتدي ان انا ازين يعني الهيكل بتاع اللي هي المصفى دي. هبتدي ان انا ازين كده بيها واحط كل شويه الف كده حته، او يعني الف شويه صغيرين كده، واحده واتنين او تلاتة. وبعدين هحط نقطه من مسدس الشمع وابتدي الف تاني واحط. وانتي بتلفي شدي كده وخليها محكمه، ما تبقاش واسعه عشان تبقى مظبوطه معاكي والشكل النهائي يطلع مظبوط. هنبتدي نلف كده ونحط شويه من الشمع ونلف تاني وهكذا. حاولي تكون ورقة الفوم طويلة معاكي علشان هيبقى حتة صغيرة كده تبتدي ان انت تلفيها حوالين الدراع. مش محتاجين ان احنا نغطيه كله لان احنا طبعا يعني هنكمل بقى من فوق بشكل تاني. دلوقتي هبقى محتاجة كوباية زي دي كده، كوباية ايس كريم. هبتدي ان انا اقطعها نصين، وكمان هشيل الجزء الناشف اللي فوق ده، وكمان هدهنها باللون الابيض. وبعدين من نفس ورقة الفوم اللي احنا عملنا منها الوردة هنبتدي نشيل او هنقص منها شرايط كده رفيعة زي ما انتم شايفين. حتى لو مش يعني متقطعة ما يجراش حاجة، هنسويها مع بعض. طبعا هنبتدي ان احنا نلزق الشرايط دي بتديها شكل كده متساوي وتديها احساس ان هي مجسمة شوية. هنبتدي نلزق كده على الاطراف كمان علشان خاطر نداري الورق الكرتون اللي احنا استخدمناه من تحت. الكرتونة دي طبعا تعتبر كقاعدة يعني ومقوية بدل ما نعمل الفوم لوحده كده، لا الكرتون طبعا بيبقى مقوي لورقة الفوم عشان تبقى متماسكة وتقيلة معانا.
هنبتدي ان احنا نخلص كده كل الشرايط او كل شكل الدايرة كده او شكل الوردة، وهنلزق كل الشرايط حوالين الشكل بتاعنا ده كده شكلها. طبعا هبتدي ان انا الزقها واثبتها ازاي بقى عشان تبقى مظبوطه معايا. من الظهر كده هحط شمع كتير على الايد بتاعه المصفى، وبعدين هجيب ورقه كرتون زي ما انتم شايفين، تكون بشكل مستطيل كده، تغطي من الايد من ورا، وهبتدي برضو ان انا الزقها حواليها علشان تبقى برضو تثبيت ليها وتبقى متماسكه اكتر. دلوقتي بقى عشان خاطر ازينها هجيب معايا الورد ده اللي كنا عاملينه من الاكياس البلاستيك. شايفين شكلها حلو ازاي؟ هتديها شكل حلو قوي، الابيض بقى مع الاحمر مع الاخضر شكلهم تحفه. انا اخترت الورده البيضه، ودي قطعه اللي هي الكوبايه بعد ما دهنتها باللون الابيض وقصيتها نصين، هتديني كده شكل نص كوبايه. يعني هنلزقها برضو تحت الورده كأنها كوباية أو كأنها زرعة أو فازة يعني للوردة. هبتدي ان انا الزقها بالشكل ده كده، ومن نفس ورقة الفوم، كل ده من ورقة فوم واحدة بالظبط، ما كترتش عن كده، او مربع واحد. هاجي من الجنب كده وهبتدي ان انا اعمل زي يعني هحاول ان انا دايري كده بس الشمع، واحط ايه قطعتين كده من ورق الفوم بالشكل ده. تقدري تزينيها كمان اكتر من كده وتحطي مثلا استراس او لولي او اي حاجه، طبعا كل ده على حسب ذوقك، انا بس بديكي يعني كمثال. ده كده يعني يعتبر شكلها النهائي. شايفه انها مش محتاجه حاجه، بس ممكن برضو تتزين اكتر من كده. شايفين شكلها حلو ازاي؟ دي علقه للفوط بتاعتنا، ممكن تستخدميها في المطبخ، وممكن كمان تستخدميها في الحمام، تعلقي عليها الفوط بتاعتك. بس طبعا انا كنت نسيت ان انا اعمل لها علقة من ورا، فبرضو جيت من ورق الفوم، شايفين الزاوية دي كده، قصيت الشكل المثلث ده، وهلزقها برضو من ورا كده برضو بالشمع، علشان خاطر دي تبقى الجزء اللي احنا هنعلق بيه العلقة بتاعتنا دي كده على اي مسمار بقى انتي تحطيه في الحيطة. وده كده شكلها النهائي بعد ما خلاص بقت جاهزة ان احنا نعلقها. تعالوا بقى كده نشوف شكلها بعد ما اتعلقت على الحيطة، متعلقة هي على مسمار. تعلقيها بقى في المطبخ او في الحمام زي ما بقولك، او في اي حتة يعني هنعلق عليها الفوط بتاعتنا. كمان هوريكم عملي بقى هل هي متينة ولا لأ. بعد ما علقنا عليها فوطة، انا حطيت فوطة اهي، فوطة يعني خاصة للوش، حطيتها في الحمام. شايفين متينة ازاي؟ متعلقة ولا بتقع ولا حاجة، ومظبوطة جدا، شكلها كمان حلو، شكلها شيك، والوانها جميلة جدا. ايه رأيكم بقى؟ قولولي رأيكم ايه في الكومنتات. كمان الوردة اللي احنا عملناها من الأكياس دي هسيب لكم ان شاء الله رابط الفيديو بتاعها في اول تعليق مثبت، لو حابين تعملوا وردة كده زيها من الأكياس البلاستيك. اعملوا طبعا الألوان اللي انتوا حابينها. وده كده كان الفيديو بتاع النهاردة، والفكرة بتاعت النهاردة عملنا علقة للفوق بتاعتنا من مصفة بطاطس كانت مكسورة وما رميناهاش، استخدمناها في حاجة يعني طلعت شكلها حلو جدا وشيك في الآخر. يا رب الفيديو بتاعي النهاردة يكون عجبكم، ومش هوصيكم طبعا لو عجبكم الفيديو تحطوا لايك عليه، وما تنسيش كمان لو اول مره تشوفوا القناه تشتركي فيها وفعلي الجرس كمان عشان يوصلك كل الحاجات اللي بقدمها بعد كده. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وافكار جديده قريب جدا. مع السلامه.